خدت بالك من فرد النيكسون؟ خدت بالي من الفرد دي فرد نيكسون جديده، مش جديده قوي يعني، لسه استعمال. اقول لك دي مستعمله ولا لا استعمال بس نضيف، لان احنا كان دي من الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الديكور. احنا قعدنا نشتغل على الديكور ده من 2016، شغالين احنا من لا باين 2016 الشغل بالظبط. خصوصا وحتى العربيه لو شاطر تقول لي العربيه دي نوعها ايه؟ دي من غير ما تتريق. دي هاجين اكس 6 على يعني ظهر اكس 6. ايوه ما شوفش شايف الوش الناحيه الثانيه ايه، ماشي. والجنب برضو يدي اكس 6، ايوه بس فيها حته قدام في الرفرف كده تحسها جاكور اكس اف شويه، ده عشان الفتحه النيكل دي. الفتحه النيكل اللي دي في من الجنب ابداع المصمم، هي من الحاجات مش دي بس هي الحقيقه هي حته من عنده عادي. هي اكس 6 كلها عادي ما فعلا فيهاش هجين. اوكي. يعني هي لما انا بقى عشان ما شفتش الوش وشفت الحته اللي في الرفرف دي افتكرتها اكس لما سالت يحيى قال لك دي اكس 4 اصلا بس هو ما كانش لابس نظاره القرايه غالبا طبعا. ايه كتر خيره. انا مبسوط ان انت معايا لكذا سبب، كذا سبب. ايه بقى؟ وانا قلت لك الاسباب دي قبل كده، بس انا هقولها لك تاني عشان في كاميرات، فانا عايز اوثق اللحظه دي. ان انت ما تضحكنيش، ماشي. ان انت اكتر حد في المجال ده انا بحبه. يعني ليه بقى؟ من القلب للقلب والله العظيم بجد، والله انا بكلم بجد. ليه بقى؟ عشان انت لما دخلت المجال بتاع العربيات والميديا والاعلام بتاع سيارات وصحافه السيارات والحاجات دي كلها، انت بجد ما فيش حد ساعدك بزق حتى. يعني عارف انت الشخص اللي بنى مش هقول لك بقى بنى نفسه بنفسه، بنى الامبراطوريه بتاعته كلها لوحده بفكره اوريجينال، فكره بطريقه بتاعته مش مقتبسه من حد، مش شبه حد. فبعتز. وبعدين بقى في ناس كتيره برضو بتحاول تعمل ده، بس بقى الناس ما تعرفوش بقى ان من ورا الكاميرا هو انت اجمل حد في المجال ده. ربنا يخليك. بعدين ده كلام كبير بقى عشان جاي من انجح واحد في المجال ده. انا يعني مش انجح واحد في المجال لا ده خالص، لا طبعا انجح واحد ما ينفعش. لا طبعا، لا طبعا. بلاش تواضع، مش يعني تواضع، ما تديش نفسك مش تواضع. اسمع بس اقول لك، انا مش انجح واحد في المجال ده، مفيش حد اصلا ناجح في المجال ده، لان انت لما بدات يعني عملت حاجه ما حدش كان بيعملها في الوقت ده. يعني انت بدايتك بتفكرني بالشباب اللي هم بداوا يعملوا ريفيوهات دلوقتي، اللي هم عارف انت في شباب دلوقتي بدات تعمل ريفيوهات اللي هي بالستايل الجديد اللي هو الفيديوهات السريعه ومش عارف ايه، وفي ناس بتعمل حاجات حلوه تمام. زي مثلا ما اعرفش انت متابعهم ولا، بس مثلا كار نمينة ناصر، الناس الشباب دي مظبوط. بس انت يعني كملت. فاحكي لي بقى مبدئيا كده في البودكاست على الاسفلت مع دوبيزل اللي انت منورنا فيه ده، احكي لي بدايتك مع العربيات قبل ما تبقى اصلا عايز تشتغل في المجال ده. يعني انت بتحب العربيات من زمان ولا عملت ايه بقى؟ لا من وانا صغير بحب العربيات جدا. بس جيب الحب ده منين؟ اللعب بقى بتاع العربيات وبتاع. انا كان دايما شاغل بالي قوي وانا ماشي في الشارع موضوع ان العربيه دي ماشيه ازاي، يعني العجل ده الموتور بيحرك العجل ده ازاي، متوصل بالعجل ده ازاي، العربيه ده دي سن كام ده الفكر؟ لا الكلام ده من 4-5 سنين مثلا، وانا الموضوع ده شاغل بالي قوي يعني. وانت من 4-5 سنين كنت صغير؟ لا يعني كان انت بتحب العربيات شاب كده. ايه من 4-5 سنين؟ ايه نوع 4-5 سنين ده؟ انت كنت مخلف 4-5 ليه يا عم؟ مش قوي كده. لا يعني انت مش بتحب العربيات من وانت صغير؟ ايه مش بتقول بتحب العربيات من وانت صغير؟ جدا. من 5 سنين؟ لا من سن 5 سنين، مش من 5 سنين. من سن 5 سنين كنت بتفكر العربيه بتمشي ازاي؟ ده انت ده فعلا. وبعدين كان ليا بقى حد قريبي كان ميكانيكا عربيات، فكنت احب جدا اروح عنده عشان اقعد اتفرج بقى على ايه هم فاكين العربيه كلها، طالعين الموتور بره وفاكينها، واقعد اساله بقى هو ده ايه وهو ده ايه. بس. وبعدين كنت بحب القرايه قوي. ماشي. وكان كل اللي في دماغي ان انا عشان اخش المجال العربيات ده يبقى انا هخش هندسه ميكانيكا واطلع بقى مهندس صيانه وبتاع وكده يعني. بس. وبعدين اكتشفت ان انا فاشل، مش هينفع اخش هندسه ميكانيكا دي خالص، مجموعي ما جاش ناحيتها خالص. فقررت ان انا كنت ادبي؟ لا كنت علمي. كنت علمي ومجموعك ما جابش؟ كنت علمي. كنت علمي؟ كان اخري خالص ان انا الحق حاسبات. والله جبت كام دي معقده شويه. هو انا كنت ازهر، فكان مجموعي في الازهر 73%. تمام. ده يعتبر حلو في الازهر يعني. لا يعتبر برضو فاشل يعني، عادي مش مشكله. بس انا لما جيت عملت المعادله، كان على ايامي كان في معادله كده ان انا اشيل كل المواد بتاعه الازهر واحسب بس المواد بتاعه التربيه والتعليم العلميه وكده. فمجموعي ساعتها نط من 73 ل 92. طب ما مبروك. بالظبط. فبقى عندي بقى مجال ان انا اخش حاسبات، وان انا بس ما كنتش الحق برضو هندسه حلوان عشان اخش كان ساعتها هي ميكانيكا بس في هندسه حلوان. وفي الاخر دخلت ايه؟ دخلت حاسبات في الاخر. وما اشتغلتش بيها اي حاجه ولا اي حاجه خالص. تعرف انا دخلت ايه؟ نظم معلومات وكمبيوتر. برضو ما نفس زميلي يعني. عشان كنت بحب لعب الكمبيوتر.
بس كده. افتكرت ان انا يعني ايه، عشان بحب العب عربيات وفيفا ومش عارف ايه، فقلت انا ايه هخش بقى ايه، هعمل انا اللعب بنفسي. لان اياميها كنت عايش بقى الدور اللي هو دلوقتي بتاع الاي اي ده، كان ساعتها لسه طالع البرمجه جديد، وكنت شايف نفسي هبقى مبرمج، وكان فيلم ماتريكس كان لسه نازل ساعتها، فكان الموضوع كان سخن قوي. فكنت متخيل بقى نفسي قدامي 4 5 شاشات وبينوروا اخضر كلهم وفي كيبوردات كتير وبتاع. فقلت خلاص هخش بقى واشتغل فيجوال بيزك وابقى راجل مبرمج تمام. ها. لغايه اما ابتديت اخد بالي ان كان ساعتها بقى لسه النت جديد، كنت اخد بالي من المنتديات. كان لسه دخل بس الرطوبه بتاكل. عارف موضوع الدايل اب، انك كنت تقعد بالليل تقفل الاوضه الصوت ده. وتكتم السماعه بتاعت الدايل اب عشان الصوت اللي بيحصل بتاع الكونكشن. اه فاكتشفت المنتديات، وبعدين اكتشفت غير المنتديات ان الناس هنا ما بتعرفش الشكل بتاع العربيه الجديده غير لما الجرايد تكتب عنه. ايوه احنا كنا وقتها كان كل بالظبط. معلوماتنا من ملحق السيارات. بالظبط، اخبار واهرام وخلاص على كده. أيوة. وبعدين شويه بشويه ابتديت اقرا كده السبيكس بتاعت العربيه، وابتدي اكتبها في سطر او سطرين عشان الناس تاخد شويه معلومات. بالظبط. وبعدين ابتدى الموضوع بقى يتطور من هنا، ان انا الناس عاجبها المواضيع قوي وبتشجعني، فاحاول اكتب معلومات اكتر. وبعدين ابتديت اطور بقى الكتابه من حته ان انا بحب القرايه، ان انا اكتب اكتر وبتاع. اوكي. فضلت كده الكلام ده في 2005 و2006. قررت ان انت عايز لم تطلع، يعني امتى قررت انك تتحول من المحتوى المكتوب للمحتوى المرئي، وان انت تعمل حاجه بقى بتاعتك اللي هي بقى اوتوفندي، اللي هو اصلا اسم يعني اسم يعني في الجون، يعني مصري متمصر يعني ما اعرفش مين اللي الف لك اصلا الاسم ده، انت اللي مالفه؟ جيب الصدفه. بجد والله. اوتوفندي كان ساعتها في اندرويد باشا، القناه بتاعت دي قناه مشهوره جدا. دي فور ارب واندرويد باشا، مين لا دي قناه مشهوره جدا موجوده لغايه دلوقتي، بتاعت يعني حاجات تكنولوجي ومش عارف ايه وبتاع. يوتيوب يعني. مشهوره جدا جدا. اندرويد باشا. بالظبط. فانا كنت نفسي اعمل حاجه شبه كده، شبه ده. فكنت عايز اسميها الاول اوتو باشا، بس حسيت ان اوتو باشا دي مش لايقه على مصر. تحسه اصلا معرض عربيات. بالظبط. اوتو باشا. فحسيت كلمه افندي ماشيه اكتر. اوتو فندي. هو كان اوتو افندي الاول. وبعد كده شلت الالف اللي في النص، حسيت انها كده اوتو فندي اشيك. اوتو فندي تحفه. وبدات بقى ايه، بس امتى بقى جالك قرار وان خلي بالك ان دايما القرار ده بيبقى مخيف، الكاميرا برضو هقول لك بقى القرار ده جالي قصه ثانيه مع كايرو درايف. لا انا كنت بكتب سكريبتس بتاعت فيديوهات في الخليج وسكريبتس راديو وحاجات من كده من 2012. ماشي. ف 2012 2013 كنت متابع كويس قوي اليوتيوب بتاع بره، وكنت بكتب سكريبتس، وكان بيعجبني قوي الكونتنت اللي بيتعمل، بس حاسه مش شبه مصر ومش نافع على مصر. وكنت متضايق من الفيديوهات اللي بتنزل هنا، انها ما كانش فيه اصلا، ما كانش فيه حد بيعمل فيديو. كان في محاولات بسيطه قوي، بس كانت كلها محاولات فرديه كده. وكان الموضوع شو كيس اكتر منه ريفيو، اللي هو بص الفانوس والخط طالع من الفانوس معدي تحت المرايه ومكمل فوق الاكره والابعاد. انا ما بكرهش في حياتي حاجه في اي ريفيو بيتعمل غير لما نقعد نرص الابعاد. العربيه دي قاعده عجلاتها متشاف كام، وارتفاعها عن الارض، والخروص الارضي والطول طب ما انا اصلا مش فاهم، انا مش عارف. لا ولازم يقولها لك بالملي عشان تعرف بالملي. كده يعني كذا ملي تعرف ان هو مهندس. ايوه بالظبط. لك بالملي وانت حولها سنتي. فكان نفسي اعمل حاجه بقى اللي هو مش مجرد شو كيس العربيه، انا عايز اعمل حاجه بتوري الناس تجربه العربيه عامله ازاي. يعني انا لما اشتريها واسوقها سواقتها دي عامله ازاي بالظبط. بس وبعدين انت طلعت كايرو درايف، بس كايرو درايف طلعت ببرودكشن كبير قوي. ايوه ده حقيقي. كنت صارف عليها جامد. وده اللي خلاك ما كملتش فيها. ايوه صح. اظن صح. مش انا اللي كنت بصرف والله. بس كان في صرف عامه. شريكي الله يمسيه بالخير بقى، عمرو وسط بقى دي جي بقى قد الدنيا دلوقتي. ساب المجال وبقى دي جي. بس فكان كايرو درايف كانت الشراره بتاعت ان ينفع يتعمل في مصر كونتنت حلو على اليوتيوب ومصروف عليه. بس كان الكونسيبت بتاعي بقى ان انت اكيد وقفت عشان ما قدرتش تكمل في البرودكشن ده. طبعا. فانا محتاج اعمل حاجه سستينبل، حاجه تكمل. فكان الفكره في اوتوفندي ان هو يكمل فتره كبيره جدا بدون ما يبقى بيصرف كتير، اما يبقى قادر تطلع فيديوهات من غير ما تكون بتهلك على نفسك. بالذات انه وقتها كان لما تروح تتكلم مع اي شركه انك عايز عربيه تست درايف، كانوا يقول لك هتطلع فين الريفيو؟ تقول له على يوتيوب، يقول لك يوتيوب ماشي تمام هنبقى نكلمك. اطلع بره يا استاذ. شغل النت والعيال بتاعت النت ده. ايوه بالظبط. بس فوقتها كان الشركات بتقاوم جدا الشغل بتاع الاونلاين ده. كانوا اهتمامهم الاكبر في المجلات والجرايد جدا. صح. فانا كنت محتاج ان انا اشتغل فتره كبيره قوي على مبدا ان انا افتح القصه بتاعت ان احنا ناخد تيست درايفز من الشركات ونجرب العربيات الجديده. المفاجاه بقى اللي انا بشوفه ان انت ما اشتغلتش فتره كبيره قوي، يعني انت ما شاء الله لنكت مع الناس بسرعه، يعني طلوعك كان مش بطيء، يعني مش مثلا قعدت بقى اللي هو انا شايف احمد نوح ده وشايف اوتوفندي ده بقى له فتره، لا هو
مسافه ما اتشافت يعني فيديو في التاني في التالت في الرابع انت خلاص الناس ايه اوتوفاندي ده. بس هقول لك ليه، عشان برضو وقتها انا كنت محظوظ بفكره ان ما كانش في حد في السوق بيعمل كده، فكنت انا القناه الوحيده اللي طالعه بتعمل الكونتنت ده، فاتشاف بسرعه. ايوه على عكس دلوقتي الشباب اللي طالعه بصراحه بيصعبوا عليا، ان هو بقى في زحمه كبيره جدا وبقى في كونتنت كتير جدا في كل حاجه، بالظبط. فبقى صعب انك تتشاف دلوقتي زي ايام زي زمان بالظبط. انا نفسي حتى في القناه بتاعتي كده برضو يعني دلوقتي المحتوى اتوزع قوي بقت خلاص. يعني انت في مواضيع ممكن تبقى فاكر ان انت جاي بتجيب من ديله وتلاقي اصلا في حاجات شبهها كتير جدا. بالظبط. اه بس وكملت على كده بقى. بس انا بالنسبه لي بحس ان اوتو فاندي من الحاجات. اصل انت كمان ميزتك ان انت ودي الحاجه برضو اللي انا عايز اسالك ازاي عملتها، ان انت مصرت الموضوع وفكره الكلام اللي هو الدارج اللي الناس تفهمه. يعني ما كنتش بتتكلم بطريقه تكنيكال او بتاع. يعني انا ما انساش احلى مقدمه ريفيو عندك في التاريخ، ومن احلى مقدمات العربيات اللي عارف انا هتكلم عن انا واحده صح؟ متوقع. انا واحده الصني. قلت ايه؟ قلت بص هو قال كده بالظبط. قال لك انا بدا الريفيو كده يعني هو واقف جنب العربيه بيقول لك بقالي فتره كبيره جدا بحاول ادور على النت على مين اللي صمم العربيه دي وما لقيتش اي حاجه خالص. وطبعا دي حاجه متوقعه، مفيش حد يبقى عامل حاجه زي كده ويكتب عليها اسمه اساسا. دي مقدمه اللي هو اصلا يعني ده اتاخد ازاي من نيسان مثلا. وده عايز ياخدني برضو في حته اللي هو انت عملت ايه مع الشركات. بس دي مش دلوقتي يعني. بس عايزك تبقى تحكي لي موضوع ان انت اكيد دخلت في قصص، لان انت من النوع اللي مش يعني بتقول. فدي مثلا نيسان شافوها ولا وقتها كانت العربيه مش منهم اصلا؟ نيسان شافوها، ونيسان من اشطر الناس اللي بيتقبلوا جدا موضوع النقد والهزار والحاجات دي. وشركات قليله اللي بتعمل كده، اللي بالنسبه لها الهزار والانتقاد والحاجات دي عادي، مفيش فيها مشكله خالص. ايوه في شركات تانية بتقفش جدا ويزعلوا قوي لو انت قلت على العربيه كلام سلبي او اتريقت على العربيه. بالنسبه لهم الموضوع لا ده برودكت بتاعي ما ينفعش ايوه ما احنا شفنا ياما حاجات وتبقى انت فاكر ان انت عامل شغل كويس جدا ويقول لك لا لا لا. وعشان كده حته مراجعه الفيديوهات دي بتبقى يعني انك انت الكلاينت يقول لك معلش بس ابعت لنا الفيديو الاول، هي دي بتفتح لك مجال اللي بقى اللي هو طب لا شيل لي دي، طب الكلمه دي مش عاجباني، طب مش عارف ايه. لا انت قال لي اجمد من كده، اتقال لي هتشتغل السكريبت بتاعنا، يعني احنا هنديك العربيه بالسكريبت ده بس قبل ما تصور كنت هتطلع تأديه. طبعا انت رفضت طبعا. طبعا جو اللي هو ده انت مش عايز ريفيو، انت عايز اعلان. ايوه بالظبط. طب انت بقى لما دخلت المجال بتاع العربيات انت كنت ذكي ان انت فهمت ان تصوير العربيات لو اتعمل ببرودكشن عالي وبتكلفه عاليه مش هيكمل. فانت عرفت تعمل ده بشكل سهل وفي نفس الوقت بقيت مكتبه. يعني انت وده مش حاجه سهله. يعني انا عندي مش كده، انا ممكن ابقى مكتبه في العربيات الاكزوتيك مثلا اللي هو اصلا ما حدش مهتم اصلا قوي يعني يعرف ايه الحوار ده. لكن انت لو يعني انا بشوفك من اكتر الناس اللي فاهمه السوق، والقناه بتاعتك مرجع. يعني انت تخش تدور في القناه على عربيه معينه تلاقي نفسك ايه قدرت ان انت توصل لها. ده بقى يعني شفته ازاي او ان انت حاولت تعمله ازاي؟ لانه مش سهل تصوير. كنت في الاول بحاول ان انا اغطي كل الفئات وانا ماشي، ما اسيبش ولا عربيه في الفئه دي الا لما اكون مغطيها، عشان لو انت دخلت على القناه وبتحاول تقارن ما بين كذا حاجه تلاقي العربيات دي كلها موجوده. بيني وبينك ده ما بيحصلش اخر سنتين في السوق، مثلا من 22 لغايه دلوقتي ما بقتش اعمل زي الاول كده، ما بقتش اصور كميه عربيات رهيبه زي الاول. لان وضع السوق بقى مختلف والعربيات اللي متاحه للتست بقت قليله، وضع المحتوى نفسه بقى مختلف. يعني الناس دلوقتي ما بقاش عندها الطقطان ان هو تقعد تتفرج بقى على ريفيو مفصل وبتاع وعايز المعلومه اللي هي في دقيقه تك 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 وخلاص. دلوقتي اصلا بقينا حتى من بدايه تقريبا 21 وانا بدات اعمل من كل عربيه تو فيرجنز، فيرجن اللي هي دقيقه ونص اللي هي بقول عليها اصيع 5 حاجات في العربيه. ايوه اللي هي الخلاصه، وفيرجن الثانيه اللي هي بقى ال 20 دقيقه لو انت هتشتري العربيه بقى ومستعد تقعد ال 20 دقيقه. أيوة. انا بعمل كده برضه، انا بعمل كده بقالي فتره ان انا في اللي هو 5 حاجات وفي نفس الوقت الريفيو بقى تاني فيه السواقه والبتاع بالظبط. لان هو المشاهد نفسه ما بقاش اصلا، اولا الناس بقت شويه الاسعار بقت غاليه قوي والناس بقت تتضايق من كتر الفرجه ان هو على العربيات والاسعار بقت بعيده عنهم فما بقوش يحبوا يتفرجوا. الحاجه الثانيه ان هو فعلا بقى بالنسبه له الاتنشن سبان قليل قوي، اللي هو فكره انا مش هقدر اقعد اصلا قدام الفيديو اكتر من كده. ايوه انت بقى من وجهه نظري بشوفك بقيت عامل زي المرجع يعني. وبعدين شطارتك ان انت يعني فاهم في حته اللي هو ايه اسعار، سعر السوق، اوفر برايس، تسليمات، مش عارف ايه. يعني انا بحس نفسي ناس كتير قوي طبعا بتبقى عندها اعتقاد ان انا ايه ميكانيكا باور. يعني اللي هو ايه اي حد هيسالني اي سؤال هرد عليه مثلا ايه عايز عربيه كويسه، طب ايه في فئه ايه فببقى بتوه.
انت بتعرف تعمل ده كويس، بتقابل ده ازاي؟ اكيد ناس، كميه ناس بتهريك اسئله فظيعه. لا، وبعدين الناس تبقى متوقعه منك دايما انك اب تو ديت النهارده، اللي هو يعني انت عارف سعر النهارده السوق، السرقه. اصل هو سوق فاهم؟ صعب، احنا جدا. سوقنا صعب قوي. ان انت انا اصلا بتوتر جدا لما حد، يعني لسه حد اهو من الكرو، مش من الكرو، ده كل في الكرو يعني. برضو بتسالني عايز اجيب عربيه، وراح تعمل دياني في وشي، غالبا سالتني كذا مره وانا ما فتهاش. فهتقول لي انا عايز اجيب عربيه، ولا اقول لك خليك انت مش هسالك، انا هسال يحيى. فقلت لها مسخن من سيدي الا ست، يعني انت وقعتي في اتنين مش هيفيدوكي خالص. قلت لها استني ولما نوح يجي تساليه، لان هو فعلا انت الموضوع ده بتبقى شاطر فيه. بحاول اتابع يعني يوميا كده ايه مع الناس اللي اعرفهم ايه اللي بيحصل في السوق. وللاسف بقى اي برايس ليست لازم تنزل، لازم تبص عليها وتتاكد ايه اللي طلع وايه اللي نزل. عارف المذاكره بتاعت جدول الضرب بتاعت زمان، اللي هو بتقعد تحفظ الجدول، بس الفرق أيوة. بقى ان جدول الضرب ده بيتغير كل يوم، فانت محتاج يعني انت بتقعد تتابع طبعاً. وتشوف وتقرا. لازم. اصل انا ما بعملش الهوم ورك ده خالص. لا، وعشان كمان لما بنيجي نعمل حته الترشيحات، فانا محتاج اعرف كل عربيه في السوق فين بالظبط، عشان لما اجي ارشح ايوه. لحد حاجه. دي تحفه اصلا فيديوهات بتاعت الترشيحات بس دي. الموضوع بقى متعب قوي يعني، ما بقاش الاول كان بتقعد العربيه مثلا سعرها 6 شهور على الاقل ثابت، دلوقتي لا، كل شهر تقريبا الاسعار بتتغير. انا عندي بقى يقين تاني كمان، ان انت بقيت من اشطر الناس في السوق ده، اللي ملم بالسيكتور او القطاع الصيني، لان هو السوق بقى فيه صيني كتير جدا، وانت شبه تقريبا مجربه اغلبه، يعني 80 او 90% منه انت مجربه. فكلمني بقى على حته العربيات الصيني دي، شايف تطورها ازاي من اول ما بدات لغايه؟ بيتهموني ان انا بشجع الصين، مش عارف ليه. هو بص، الناس عايزه تتهمك وخلاص، او تتهمنا عامه وخلاص، يعني لو انت حاجه مش على مزاجه هيتهمك في جميع الحالات. بص انا يعني انا معاك ان الصيني من 3 4 سنين ما كانش زي دلوقتي، والصيني على فكره كمان 3 سنين مش هيبقى زي دلوقتي. الصينيين بالظبط، الصينيين مش ماشيين بالبروجرس الطبيعي بتاع اي بلد بتخش الصناعه. هم عندهم قفزات بتحصل كل سنه، يعني كل سنه بينطوا كتير عن السنه اللي قبلها. صح. كان في مثلا ريبورت امبارح بقراه عن الصادرات بتاعت الصين. مش عايز ادخلك في ارقام وحاجات دخلني يعني. لا دخلني عشان انا لازم ابان برضو ان انا بفهم. بالظبط، فدخلني وانا هعمل نفسي فاهم. اوكي، اكيد انت عارف الارقام اللي هقولها لك دي. الصين مثلا السنه اللي احنا فيها دي من يناير لغايه اغسطس صدروا 4000 عربيه تقريبا. 4 مليون عربيه. انا بقول اي كلام. 4 مليون عربيه للعالم، تصدير بس. تصدير. المفاجاه بقى فين؟ ان 350 الف منهم، 1000 عربيه منهم راحوا اوروبا. ايوه بقى عندهم خلاص براندات اصلا موجهه للسوق الاوروبي. بالظبط. وال4 مليون دول منهم 1.5 مليون بس عربيات كهرباء، والباقي بنزين. هم بقوا انت شايف ان هم بقوا احسن ناس في الكهرباء دلوقتي الصينيين؟ هو ديفينتلي هم احسن ناس بفرق كبير. في الرينج ولا في الايه؟ في كل حاجه، في التكنولوجي، في البطاريات، في الرينج، في حتى الكم الشركات اللي عندهم اللي بتستثمر وعامله ديفلوبمنت في المستقبل بتاع العربيات الكهرباء، هتروح فين وهتيجي منين. وبعدين الصين عندها حته، عارف حته الاشتراكيه دي بتاعت ان ايه، لازم كلنا نشتغل مع بعض عشان كلنا نقوم مع بعض. فالحته دي فرق عندهم قوي عن الغرب. يعني مثلا الاسبوعين 3 اللي فاتوا دول، هواوي مضت اتفاقيات مع 3 4 شركات صيني كبيره انها تستبدل التكنولوجيا الغربيه اللي عندهم بتكنولوجيا من هواوي. موضوع مثلا الاوتونوموس درايف، بدل ما يجيبوه من شركات بوش وبتاع والشركات اللي بره دي، لا يشتروه من الصين، فيبداوا يستقلوا بنفسهم خالص عن الغرب في موضوع الصناعه. الحاجات دي هتفرق معاهم قوي. وبعدين النهارده كل صناعه العربيات الكهرباء في العالم معتمده على البطاريات بتاعتهم هم بتاعت الصين. فهم فارقين قوي في العربيات الكهرباء عن العالم كله. وانت مع يعني انت من المشجعين لحركه العربيات الصيني، اللي هو الغزو الصيني ده قوي ولا لا؟ يعني انت، انا مشكلتي الوحيده معاهم، بس ده برضو مشكله، انا هايف خلي بالك، بشوف ان مشكلتي مع العربيات الصيني ان انا ما بقتش لاقي شخصيه، يعني وبالذات العربيات الكهرباء. لا انا عندي مشاكل تانية، بشتري مكن، يعني بشتري اجهزه. انا عندي مشاكل تانية اكبر من كده. ايه بقى؟ انا عندي مشاكل مثلا ان الصينيين كلهم قصيرين جدا، فدايما عاملين كراسي عربياتهم عاليه وكبيره. عاليه قصدك عن عاليه قوي، انت قاعد ما خدتش بالك من الحوار ده قبل كده؟ كراسيهم عاليه جدا. ايوه ده حقيقي. طب انتوا عشان قصيرين يعني ليه بتدونا احنا كراسي عاليه؟ ما تخلوا العربيات اللي في الصين هي اللي كراسيها عاليه والعربيات اللي عندنا لسه الفيدباك ده لسه ما وصلهمش غالبا. بالظبط. وحته برضو الرفارف اللي فاضيه في عربياتهم، الموضوع ده مستفز جدا. الجنود صغيره جدا. صح. وفي حاجات تانية كتير بقى، يعني حاجات بقى اللي هي على الذوق الصيني، موضوع الشبكه الكبيره. هم بداوا يتخلوا عن ذوقهم شويه، يعني بداوا نوعا ما يعني لان هم ذوقهم زي الزفت بصراحه، فبداوا يتخلوا عن ذوقهم شويه في ان هم خضبوا الاسواق اللي بره يعني. ايوه. انا عاجبني منك قلت ذوقهم زي الزفت، وانت اصلا كده ما شاء الله يعني عامل الواجب وزياده مع الشركات. احكي لي اصعب موقف حصل بينك وبين شركه عربيات، من غير حتى لو مش عايز تقول اسمها. لا مش هقول الشركه. بس اللي هو حاجه بقى اللي هو يعني مش ممكن يا جماعه يعني.
كان في شركه عايزين ناخد العربيه اجربها مم. بس بشروط معينه، فانا رفضت. وبعدين بعتوا حد من الموزعين يكلمني عشان يديني العربيه. يعني من اللي هو يعني مش انت رفضت ليه ده اصلا؟ الموزع اللي مكلم، عشان هم حاطين اشتراطات مع التجربه. ماشي. تمام. فلما الموزع كلمني وحط نفس الاشتراطات برضه طب ما هو رفضت. ايه الذكاء ده يعني؟ ما هم لا هم متخيلين بقى ان هو ايه، ممكن لما الموزع مش الشركه فانا انت بتحب الموزع بقى. فانا اتعامل مع الموزع مش الشركه يعني. ماشي. وبعدين لقيتهم فجاه بيقولوا للناس اللي في المجال ان احنا مش هنديله العربيه يجربها مهما عمل. بعد ما رفضتها من الموزع. بعد ما رفضتها، فالحركه دي استفزتني، فرحت جبت العربيه من واحد صاحبي وخدتها وعملت لها ريفيو، وكان ريفيو قاسي شويه. قاسي بس في موضوعي. فير يعني، انا ما قلتش حاجه مش فيها. بس يعني ايه، حبيت ان انا ايه اقرص شويه. عملوا ايه بقى؟ عملوا حمله شعواء اونلاين. بجد والله؟ كل موظفين الشركه كانوا بيشتموني على بروفايلاتهم تقريبا. مش بجد فاهم يعني، الموضوع كان منظم بشكل يضحك. لا ان هم خدوا الموضوع بشكل شخصي جدا، ان انا طلعت عملت ريفيو العربيه غصب عنهم، فابتدوا يشتموني في كل حته. اصل انتوا اللي ما تعرفوش عن نوح ان هو يعني على قد ما هو يبان هادي كده، بس هو حمقي. يعني سهل يتعصب، ولما بيتعصب بيبقى يضحك. يعني انا لما بيتعصب ببقى عايز اضحك بصراحه. بس ده كان اسوأ موقف حصل لي مع شركه. بس ده موقف، ده انا عارف عنك مواقف كمان انيل من كده. مش عايزين يعني ده موقف حلو كده. ايوه. حلو قوي عليهم، كان كويس ما قلناش اسمهم. طب عايزك بقى ايه، بما انك انا بشوفك بصراحه مرجع في الحته دي، انا مثلا انا هاخدها على نفسي. السؤال اللي كنت عايز اساله لك ان انت قول لي ازاي بتقدر ترشح لحد بيسالك يجيب عربيه يعمل ايه. فانا هحط نفسي انا مكان الحد ده، لان انا فعلا بفكر اعمل كده. يعني مثلا انا معايا سي 5 ماشيه 53000 كيلو، عايز ابيعها، بفكر ابيعها علشان خاطر انا مش عايزها تقدم عن كده، عايز ادخلها في عربيه جديده عشان افضل محافظ على ما تقدمش. وما عارف انت الجو ده مبدئيا، ده صح ولا غلط؟ لا صح طبعا. ما هتجيب بقى عايز تزود كام؟ ده السؤال المهم. عايز ازود كام؟ انا نفسي ما ازودش حاجه الصراحه. هو ايه الاجابه دي؟ ايه مش فاهم ده الاجابه لسه سامعها بره دلوقتي الاجابه دي، اللي هي مش عايز ازود حاجه. مش عايز ازود. ما هو احنا كلنا بعد الكامبين بتاع دوبيزل ما فيش حد معاه فلوس خلاص كده حلو لان قوي. الكامبين اتنظر، خلي بالك. اتبص فيه جامد قوي، فكل المكاسب اللي حققناها من الحمله الاعلانيه دي كلها راحت في الهواء. اوكي. فما فيش حد معاه فلوس يكمل حاجه، لا انا ولا فبس فاعمل ايه؟ لا بس اقول مثلا لو انا هكمل، يعني ممكن مثلا احط مثلا ايه 500 مثلا. يعني انا مثلا العربيه دي تتباع مثلا بواحد 600 واحد 700. لا مفيش الكلام ده. اقل؟ لا والله. وخلاص يبقى انت بوظت لي الترشيح فعلا. باص متاكد؟ والله. اصل انت معاك نفس العربيه. يا نهار ابيض. اقل. هي 22؟ لا هي 22. لا اقل. واحد ونص 1600 بكتير. 1600. طيب 1600 لو حطينا 500. انت مبدئيا بتعمل الترشيحات ازاي؟ يعني ازاي بتقدر حد بيجي يقول لك مثلا انا عايز حاجه في الفئه دي، بتديله انت عندك شويه عربيات معينه عارف ان هي احسن عربيات في فئاتها فبتقولها؟ لا يعني البرايس رينج الاول انت معاك كام؟ مثلا انت بتقول لي هتحط 500 على واحد 500، يبقى احنا بنتكلم في 2 مليون. يبقى انا كده ايه الحاجات اللي هي بدايه من 1.8 مليون لغايه 2 مليون دي اللي هرشحها لك. انا شخصيا ودايما بقول للناس الكلام ده، لما تحط بادجت ما تطلعش فوقها ولا جنيه. لانك يعني لو انت مثلا ما تزنقش نفسك قصدك. لا غير كده، انت لو ابتديت تطلع فوق البادجت هتسرح. يعني هتقول لك ايه ده انت هتزود 20 وتجيب كذا، فهتلاقي نفسك طب ما تحط كمان عليهم 20 وتجيب كذا، طب ما تحط كمان خلاص ما جاش من 20 الاخرانيين، ما جاتش على ال 30 الاخرانيين بالظبط. فلما تحط بادجت حط سقف البادجت ما ينفعش تعديه حتى لو ب 10000 عشان تعرف. صعب قوي يا نوح، ده انت برضه انت قلبك ميت قوي يعني. لا ما هو اصل كده بيضعف قدام العربيه الحلوه. ما هو انت لو فضلت تضعف هتتحبس في الاخر، ما انت هيبقى عليك اقساط. ما انا عليا اوريدي خلاص، ما انا محبوس بس خلاص تتحبس بقى وانت راكب عربيه اركب بقى العربيه انت نفسك فيها. فاول حاجه البادجت. اوكي. بعدين بقى نشوف ايه اللي في البادجت دي، وبعدين اسالك بقى ايه مثلا. دايما اول سؤال بساله دلوقتي، ينفع تركب صيني ولا لا؟ عشان ما نقعدش ننهد مع بعض كتير. طب انت رايك ترشح للناس عربيات صيني ولا لا؟ بس النقطه دي مهمه قوي. عربيات وعربيات. يعني في عربيات صيني لو انت سالتني عليها اقول لك لا ما تجيبش دي حتى لو هي حلوه. ما هي لو حلوه اقول لك عليها حلوه هاتها. انا شفت عربيه امبارح ماشيه جنبي، هي شنجان قمر اس يو في كده، عارفهم انت اكيد، انا مش عارف اسمها ايه. انهي كبيره شويه ولا نص نص؟ كبيره كده سنه وشكلها سبورتي قوي وفيها فتحات، ومن قدام كده الشبكه بتاعتها خرام 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 كده وفوانيسها رفيعه كده وعامله كده. ده ممكن تكون السي اس 75. انا ما اعرفش ولا اصل ما بتنزلش هنا، هو اللي بينزل هنا ال 55 وال 35. شكلها عامله زي الهاتشباك كده بس عاليه، شبه كده شبه الاكس 4، شبه الدي اس 5 كده. اسمها دي اس 5؟
دي اس 4 قصدي. دي اس 7. لا مش دي دي اس اس 4 4، شبه الدي اس 4 كده بس على اعلى كده ما هي غالبا ال 75. دي بتنزلش دي هنا لا أصلاً؟ ما بتنزلش هنا، لا دي جايه من الخليج. انت عمال تهبط مبادره. في ما أنا- اهلي انت من اللي أول سالتني على البودكاست. العربيه، انا مالي، وانت اللي سالتني عنها. ما انا قلت انت هتبقى موجوده عندك. لا هو بيجي عادي من مش موجوده مبادره. عند اي موزع. لا موجوده هنا في السوق يا باشا عادي. اوكي. لا نكلم لك لو. طب انت اصل انا لما بخاف ارشح صيني مش عشان الصيني عربيه وحشه، انا عارف ان هي عربيه حلوه، بقت عربيات كويسه، بس بخاف من الريسيل قدام وبخاف من خدمات ما بعد البيع. ايه رايك في الموضوع على ده؟ حسب الوكيل. حسب الوكيل. ما انا برضو بقول كده، لو وكيل كبير قوي بالظبط. وبتاع تمام، بس برضو سرعه تغيير الموديلات في الصيني غير الاوروبي. يعني لا، مثلا انت الاوروبي العربيه بتقعد لها 7 سنين. هم موبايلات يعني. طيب ما هو ده بقى دي مشكله. انت عارف ان هم بجد يعني مثلا شيري عندها موضوع انها تنزل موديل وبعدين تنزل منه برو وبعدين تنزل منه برو ماكس، ده بجد مش تهريج والله. طب هو ده كلام ده يعني؟ اه ده يعني صح في عندهم تيجو 8 برو وتيجو 8 برو ماكس. اسمها كده؟ اه والله. كاميرات ازيد بقى. فاكرني بتريق عليه، هتلاقي عمار عامل لها ريفيو. عمار فين عمار دلوقتي؟ بجد والله. اه والله. طب ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي بيخوفني. يعني عارف لو انت بتجيب العربيات وتقلب، بس حتى في الصين لو جبت عربيه وبعد سنه غيرتها بخاف برضو من الخساره. فكره بس هو الطبيعي، احنا برضو تعودنا ان العربيات بتكسب، بس هو في الطبيعي ان العربيات بتخسر. بس هل هي العربيات الصيني دلوقتي لسه كده؟ يعني مثلا انا جبت مثلا عربيه، مش عايز اقول نوع، جبت عربيه صيني من العربيات الكويسه، قعدت بيها سنه ونص وبعتها، هخسر فيها ولا ممكن ما اخسرش؟ على حسب برضو العربيه ايه. في عربيات صيني مطلوبه جدا في السوق والناس عارفاها وبتباع منها كتير، سعرها ماسك نفسه كويس قوي في البيع. في عربيات صيني زي تانية ايه؟ لا. زي عربيات شيري مثلا، عربيات جي تور. دي عربيات ماسكه سعرها في السوق كويس جدا. فعلا. اه طبعا. في عربيات صيني تانية لا، سعرها بيقع في السوق جامد في المستعمل. اوكي. فعشان كده بقول لك انا البادجت لو اول حاجه، هرشح لك يرضى يركب صيني هرشح لك من الصيني، لو هرشح لك حاجه انا شايف انها كويسه. انا بالنسبه لي الصيني متقسم مثلا 4 مستويات في السوق، فهرشح لك حاجه من المستوى الاول او الثاني مثلا. اوكي. الحاجات اللي انا شايف انها فعلا كويسه. ايوه ومش شايف بس. ان هم غليوا شويه؟ يستاهلوا. انا شايف ان هم يستاهلوا لان بيقدموا بص بصراحه فاليو فور ماني هايله. يعني النهارده مثلا لو انت عايز تركب عربيه 7 سيتس اوروبي، فانت اول حاجه هتقابلها مثلا التراكو. التراكو عربيه حلوه قوي. هي لسه موجوده؟ موجوده زيرو. موجوده زيرو. انا سمعت ان هي خلاص بتفنش. لا اللي عرفنا انها موجوده في السوق عادي. بجد والله؟ فالتراكو مثلا ب 2800 حاجه كده. في ارخص يا عم. انت ايه حكايتك؟ انت ايه بقى مع الشعبه؟ ما اعرفش في ايه. والله كان في ارخص سنه. اظن ممكن مثلا 2500. لا بس دلوقتي لا، دلوقتي عشان كمان الكودياك طلعت فالتراكو لا كودياك دي انا مش فاهم ليه الفرق السعر ده كله. اسمع علينا خلاص. بس فانت مثلا لو عايز حاجه 7 سيتس صيني هتلاقي حاجات صيني 7 سيتس من اول 1,300,000. ففي جاب كبيره جدا ما بين عربيه 7 سيتس فوق اوروبي وصيني. طب ومواصفات الامان بتاعتهم؟ لا طبعا في حاجات كتير واقعه يعني اللي انت قلت عليها دي اكيد هتبقى كامان فيها البيزك اللي هو الاي بي اس والاي اس بي، الاربعه اير باجز والاي اس بي والكلام ده. انا قصدي بقى في الكراش بقى والحاجات دي اللي هي لا ملهاش، ما فيش لسه. طب ليه الصينيين من الحته دي واقعه منهم لغايه دلوقتي؟ ما هقول لك بقى، لسه كنت بقول لك ان انا الصينيين بيتقسموا مثلا 4 مستويات. فعندك مثلا لو قلنا اعتبرنا ان في المستوى الاول ده في شركه زي هافال مثلا. هافال كل عربياتها واخده 5 ستار زيرو انكاب. يا سلام. عربيات ام جي معظمها واخد هافال عربيات حلوه 5 ستارز هايله. لا انا بالنسبه لي هافال رقم 1 في عربيات الصين. في عندهم 7 سيتر؟ لا في مصر لا. ماشي. بره عندهم رينج كبير. اوكي. عربيات ام جي معظمها واخد 5 ستارز. ام جي دول بالنسبه لي هم دول اكتر حاجه اتعاملت معاها في العربيات الصين. فهتلاقي الشركات اللي هي مهتمه قوي بالايمج بتاعتها وبتصدر لاوروبا، ودي النقطه الاهم، بيخشوا يورو انكاب. اوكي. مرجع. طب انا عايزك تقول لي والله مرجع، انا مش معقول والله العظيم، ربنا يبارك لك والله ويحفظك. ده انا مسميه عيش سرايا المجال، عشان ده وفي بطاطسايه لا بطاطسايه دي لسه كده وانا عشان كنت جعان. طب قول لي، لو هتقول لي احسن 3 عربيات عائليين لعيله، اللي هو مثلا ممكن يعني اس يو في او 7 سيتر، مش شرط تبقى 7 سيتر بس اللي هو ميكس، يعني في الرينج اللي هو اللي من اول 1,600,000 او من اول 1,600,000 لحد 2,5 مليون. اختار لي 3 عربيات من وجهه نظر احمد نوح كده. ماشي. لو في اللو رينج اللي هو بتاع 1,600,000 او البدايه خالص، الجي اي سي امكو. دي ايه دي موجوده جي اي سي؟ اوكي. دي اسمها جي اي سي امكو. دي هايله جدا في رينج 1,600,000. لو كبيره جدا، بس هي 5 سيتس ال7 بس كبيره. بس كبيره جدا. شنطه كبيره والدنيا حلوه. لو هنطلع شويه لرينج 1,800,000 ممكن الشيري تيجو 8 بلس. حلوه. برو ولا ايه؟ حلوه. هايله برضه.
دي 7 سيتس وكبيره. اه هي اكبر ولا الكودياك؟ اظن نفس حجم الكودياك. ماشي. لو هنطلع فوق ال 2 مليون ممكن يا لحقت التراكو يا ما لحقتهاش، فيبقى ساعتها بقى تروح للسبورتج والتوسان والحاجات دي. تفضلهم اكتر من العربيات الثانيه مثلا زي لا ما هو انا كان نفسي اقول لك تيجوان، بس تيجوان من 2 لا مليون. سيبك من تيجوان، انا على فكره التيجوان برضو بالنسبه لي دايما هي ب 2800 دلوقتي و2900 لا وبحس ان انا ما اجيب حاجه زيها، مش هي، مش عارف بحس ايه حاجه زيها مش هي دي؟ مش عارف بس اجيب حاجه زيها مش هي. قصدك اتيكا مثلا؟ لا بس اتيكا اصغر منها شويه. اتيكا لا يعني تقريبا نفس الحجم من جوه. بس هي عربيه سبورتي اكتر منها عيله. اكتر منها ايه؟ عيله. العيله اوكي. ماشي اوكي. والسي 5 طبعا. السي 5 والله عربيه مريحه جدا. ايوه بالظبط. طب ماشي، اسالك سؤال اخير عشان انا عارف ان انا قرصت، انت اصلا تلاقيك يعني طهقان من كميه الاسئله اللي بتجيلك، فانا جاي كمان اكمل عليك في اسئله، بس انا والله مش ده هدف الحلقه، مش ده هدف البودكاست خالص. بس احنا اتكلمنا في الرينج اللي هو العالي. الرينج بقى اللي هو تحت المليون، احسن 3 عربيات تحت المليون جنيه بس يكونوا ب4 عجلات مش ب2. يعني صعبه قوي. بص صعبه ما تقوليش بقى مش عايز صيني، اصل واضح احنا احتاج مليون مفيش. يعني اذا كان انت اصلا في لحد 2 مليون قلت لي 2 منهم صيني. بس ممكن البايك اليو 5 دي من رايي احسن عربيه سيدان تحت المليون جنيه. بايك يو 5 والشيري تيجو 4 برو دي احسن برضو كروس اوفر ممكن تشتريها تحت المليون جنيه، ولو هتشتغل هات صيني. يعني لو هتشتغل، يعني لو انت جايب العربيه دي للشغل هات صيني احسن من العربيتين دول للصيني. دي للشغل غير بقى في كل حته بالظبط، وقطع غير رخيصه ومصاريف تشغيل رخيصه، فتعرف تكسب منها كويس. لكن لو الاستخدام شخصي، عايز اس يو في هات التيجو 4 برو، عايز سيدان هات البايك اليو 5. انا بعتز بيك والله العظيم بعتز بيك جدا كصديق قبل اي حاجه تانية، لان انت من اجمل وانظف الناس اللي ممكن واحد يشوفهم في المجال ده جدا. عشان تبقى حلال بس والله. اسمع بقى لو سمحت ما تقاطعنيش. وبعدين في نفس الوقت فعلا اكتر حد شغال كده، يعني لا بيبص يمينه ولا بيبص شماله ولا عايز حاجه من حد ولا عايز زقه من حد، ولا هو بنى وعمل شكل للمحتوى بتاعه. يعني انا الفيديو بتاعك اعرفه من غير ما اشوفه، عارف انت اللي هو ده فورمات احمد نوح. انا بنبسط قوي، بس عايزينك تظهر اكتر، مش في الفيديوهات انت في الحياه. في الحياه يعني اظهر اكتر شويه، عشان الناس بجد بتحبك جدا والله العظيم. وانا والله يعني ربنا يعلم انا مبسوط ازاي والله. بتكسف شويه بصراحه. مبسوط بصراحه بالاستضافه الجميله دي والله. ده انا نفسي يعني ده انا احنا لسه عايزين نكمل اليوم. انت عندك ايه النهارده؟ لا ما عنديش حاجه، قشطه معاك بجد والله. والله انت اي كلام. لا والله يعني بالليل النهارده نشوفك معاك يا باشا. وده اعتراف حصري لاحمد نوح انه هيشوفني النهارده بالليل، بيقول لي كده بقاله 6 سنين متواصل ولا مره حبيب قلبي نوح. ربنا يخليك، نورتنا في دوبيزل وفي بودكاست على الاسفلت، وربنا يوفقك. وان شاء الله اللي جاي بقى ايه اللي جاي بتاعك بقى يا باشا ان شاء الله. وانا هديك هخلي بقى مراتي تكلمك دايركت تسالك، لان احنا في قصه منكش العربيات دي وانا محتاس، وابتدت هي تتساءل هو انا اصلا شغال ايه بقى لي الفتره دي كلها، لان انا مش عارف افيدها يا باشا. انت تؤمر. حبيب قلبي حبيب قلبي. خلصنا البودكاست كده خلاص.